يا مساء الفل عليكم، معاكم الدولي، والنهارده فيديو مختلف 180 درجة عن أغلبية كل المحتوى اللي بيدور حواليه الفيب في الوقت الحالي. مفتقدين قوي فكرة إن في شركة لسه بتقدم لنا تنكات وكويلات والكلام ده كله، بعد ما صورة الفيديوهات اللي ضربت بتاعت ديسبوسيبل وبتاعت البودات والكلوز سيستم والأجهزة ديت. وبرضو عايز أقول لكم إن الفترة اللي جاية هنواجه تطورات في البوت سيستم والأجهزة والكلام ده كله، ولكن النهارده معانا التحفه بتاعتنا النهارده، فات رابط RTA 2 من شركه هيل فيب. طبعا زي ما انت شايف كده قمه التفاصيل في التانك، اللون البلاك مع الزخرفه اللي فيه مديك شعور ان انت ماسك حاجه لاكشري حرفيا. التانك اير فلو علوي، اير فلو سفلي، التانك اداء جبار حرفيا. مش عارف اقول ايه، التانك حرفيا مخليني مستمتع. فكرة ان يبقى عندي تانك فيه 2 اير فلو، فكرة ان انا عندي تانك من شركة هدفها الرئيسي ان هي تقدم الاتومايزر او تقدم التنكات في العالم كله بشكل مستمر، وان هي مفيش مرة او مفيش سنة ما تنزلش بمنتجات جديدة. طب ايه اللي خلاها تقدم التانك دوت، او ايه المختلف فيه عن باقي التنكات؟ المختلف هنا حكاية لذيذة كده، ان الشركة قدمت استفتاءات ونزلت سألت الناس، قالت لهم ايه الحاجة اللي بتضايقكم في التنكات لما بتيجوا تشتروها؟ طب ايه الحاجة اللي بتخليكم تشتروا التنكات وانتم مستريحين؟ طبعا غالبية الناس قالت احنا بنحب الاير فلو العلوي عشان مفيش ليك. طبعا في ناس تانية قالت احنا بنحب الاير فلو السفلي ومش عارف إيه. بص الموضوع كبير. طبعا ناس قالت ان حجم التانك او حجم السائل اللي بيكون في التانك بيكون قليل جدا، فهم هنا قدموا لك 4 مللي ليكويد في الازاز العادي و6 مللي ونص ليكويد في الازاز البابل. غير كده وكده انك تقدر برضو تقفل الاير فلو اللي تحت او تفتح الاير فلو اللي فوق، او تقفل الاير فلو اللي فوق او تقفل الاير فلو اللي تحت. الموضوع هنا ممتع لدرجه انا مش متخيلها. يعني التانك دوت معايا بقاله اسبوع مثلا، عمال اتست فيه. طب اجرب اقفل التانك، طب اجرب افتح التانك. طب ما كفايه كلام كتير ونخش بينا على الانبوكسنج ونشوف محتويات العلبه والكويل بتاعته والقعده بتاعت الكويلات بتاعته عامله ازاي، وانظمه الاير فلو ومحتويات العلبه. يلا بينا. وده التانك بتاعنا زي ما احنا شايفين كده، ونظام الاير فلو بتاعه. الازاز اللي هنا بيشيل سعه 4 مللي ليكويد، والازاز السبير بيشيل 6.5 مللي ليكويد. وبيجي معانا هنا كويلين بالقطن بتاعهم من شركه هيل فيب. عندك اورنجات سبير ومفك وشويه مسامير سبير، ودي القطع اللي بنظبط عليها طول الكويل عشان نركبه يبقى مظبوط مع انظمه الاير فلو. خلينا بقى نرجع للتانك بتاعنا ونبص على التفاصيل. طبعا انا قبل كده اعترضنا على السولو الRTA ان يعني حاطين الرسمه وحاطين الناحيه التانيه الاسم. في الكبير هم سمعوا الكلام، شالوا الاسم وحطوا لنا اللوجو بس، وشكله بصراحه تحفه. نظامين الاير فلو هنا بقى مختلفين، يعني انا مش فاهم، مش قادر اوصفهم لك من حلاوتهم. بص ده النظام العلوي، عندك نظام السفلي. بص نظامين اير فلو. تيجي هنا تبص على الدريب تيب بتاعتنا، بتتشال حاجة لذيذة خالص والماتيريال بتاعتها محترمة. افتح هنا نظام التانك والملي عادي. تعالى نفور التانك معانا كده ونبص على تفاصيله. بص كده، بص قبل ما نبص على الناحيه التانيه خلينا نبص هنا. ده نظام الاير فلوت التحتاني، يعني دي القاعده اللي بتركب عليها الكويلات، وفي نفس الوقت عندك بص كام مخرج او كام خرم بنركب. ده بيساعد على دخول الهواء للكويل انه يديك احلى فليفر واحلى كواليتي. ده بالنسبه للقطعه السفليه. اما بقى القطعه العلويه، بص هنا ده نظام الاير فلو العلوي، يعني مش حاطين لك اتنين منظر وخلاص، لا هنا في تريكاه في كل تفصيله. بص هنا المنظر عامل ازاي، بص هنا منظر الاخرام الموجوده ديت اللي بتساعد على دخول الهواء لنظام الاير فلو العلوي. لا في صياعه. عندك هنا الدريب، عندك ديت بص دي بتتشال خالص اهيت، لو انت عايز تشيلها او تغيرها او تغير لونها، عشان هما في الشركه قالوا ان هما عندهم ايه الوان تانية ممكن تنسق التانك زي ما انت عايز. يلا بينا نبدا نركب كويلات بتاعتنا النهارده ونوريكم بيركب ازاي. مع طبعا انا عاجبني قوي نظام الزخرفه اللي في الطرف دوت وفي الحواف، قمه اللذاذه حرفيا. خلينا نبدا نركب الكويلات بتاعتنا ونركبه على المود دوت، ومش هقول لكم اسم الوقت، واستنوا الريفيو بتاعه الاسبوع الجاي، ده مفاجاه ليكم خالص يعني، عشان ده الجهاز الجديد بتاعي بنظام التانك الجديد بتاعي. الكويلات المستخدمه معانا النهارده هي تايتان كويلز. تايتان كويلز هي الاعلى مبيعا في العراق، ووصلت للاتحاد الاوروبي وانجلترا وايطاليا وفرنسا، وصلت بلاد جامده جدا واثبتت وجودها وكفاءه. خلينا نبدا النهارده نستعمل الكويلات بتاعتهم، وهنركب النهارده المقاومه 0.14 على التانك دوت ونشوف اداؤه عامل ازاي. وكده بنبدا نظبط
الكويلات بتاعتنا من هنا على المقاس اللي هم محددينه، ونبدأ نقص الأطراف بتاعتنا من تحت كده. بعد ما قفلنا الكويلات بتاعتنا خلينا نركب القطن ونرجع لكم تاني. واهم حاجه واحنا لما نركب الكويلات بتاعتنا لازم لما نضغط ضغط الفاير يبقى تلاقي المود بتاعك بص بينور، الكويل بيضرب من جوه لبره كده. ده كده انت مركب الكويل ناجح يا رايق كده. بعد ما ركبنا الوكايه اهم حاجه تبقى نازله طرف القطنايه كده من تحت الكويل عشان خاطر ما يجيبش منك دراي، ويبقى ايه سرعه جرين الليكويد زي الفل يا معلم. نبدا بقى نحط له الليكويد بتاعنا. وهنا الليكويد المستخدم معانا هو بيج بول، على راي الاونز بقى من صغري بحب الون كان بيقول لها لنا كده. ما اروع هذا الكويل واداؤه بصراحه. كده قفلناه خالص اهوت. تعالى نملى التانك بتاعنا يا رايق. المقاومه بتاعتنا هنا جايه 0.14. هنشرب مثلا نبدا نسخن كده على 90 ونشوف اداء التانك معانا. طبعا مش محتاج اتكلم كده، الكويل دوت سفاح وجبار وحاجه قمه الخطر يعني. خلينا نطلع مع بعض نجرب التانك مع بعضنا ونتكلم مع بعض شويه في نظام الاير فلو. يلا بينا. طبعا انا ممكن اقعد نص ساعه اعمل لك ده اللي انت شايفها دي يا رايق ومش هيحصل اي حاجه، لان الكويلات اللي هنا حرفيا كويلات يتقال عليها زي ما قال الكتاب. كويلات تيتان كويلز في العراق حاجه مش محتاجه ان انا اتكلم عنها. مع الكويل ونظام التهويه هنا واللي انت سامعه دوت، انا مشغل نظام اير فلو سفلي، وده في حد ذاته يخلينا نبدا نتست الجهاز على الاير فلو السفلي الاول، وبعدين الاير فلو العلوي، وبعدين نقفل ده سنه ونفتح ده سنه، واقول لك مميزات التانك واقول لك عيوب التانك. يلا بينا. طبعا نظام الاير فلو السفلي هنا بيحسسك بالنفس المكتوم بتاع الدي ال، مش نفس مكتوم اللي هو كار دي ال بتاع البودات، لا هنا نفس مكتوم، نفس رايق، نفس على الهادي لمحبين التوباكو، هم اللي هيعشقوا الاير فلو اللي تحت. طب بالنسبه للليك ومشاكل الليك مع الاير فلو اللي تحت، بقول لك بقالي اسبوع يا معلم. انت فاهم؟ بص مفيش اي نقطه ليك في الجهاز زي ما انت شايف، ولا اي نقطه ليك واحده. والتانك دوت يعني انا مش عارف اوصفه بايه. طب احنا جربنا الاير فلو السفلي، خلينا نفتح الاير فلو العلوي ونجرب الاثنين مع بعض. هما الاثنين اوبن بوفيه. يا ساتر ايه الحلاوه دي. الاير فلو العلوي بقى لما بيتفتح يا رايق بيفتح لك طبقات الفليفر في الليكويد اللي انت حاطه. ازاي؟ تعالى افهمها لك. ليه قلت لك لما يكون الاير فلو اللي تحت مقفول؟ انت عندك هنا بتوع التوباكو هيعشقوا الموضوع، انما لما اقول لك الاير فلو اللي فوق، انت عندك بقى لو بتشرب فواكه، بتشرب مخبوزات، بتشرب حاجه مكونه من كذا حاجه، يعني في ليكويد مكون من كذا فليفر او طبقات فليفر، لما تفتح الاير فلو اللي فوق هتلاقيها متقسمه بقى. غير انك تلعب بالوات او تعلي الوات على الجوس او تقلل الوات على الجوس، لا انت هنا حرفيا كل تفصيله في الاير فلو ليها ميزه مع الفليفر. طبعا الفليفر دوت مبني اساسه على ايه؟ على نظام الكويلات. فلما احنا هنا نيجي نتكلم ونقول لك نظام الكويلات زي الفل، نيجي نتكلم الاير فلو بقى او التانك نظامين، دي مش من فراغ، مبني وراها مهندسين اشتغلوا، مبني وراها تستات، مبني وراها ريفيور قدموا المنتج. مش قادر اقول لك انك تصنع تانك زي دوت انت محتاج تقدم ايه، او انت محتاج تعمل. الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل خالص. خلي بالك انك تقدم منتج بشكل دوري من شركه زي هيل فيب. شفنا قبل كده سولو ار تي اي السنجل كويل اللي كان الاير فلو بتاعه من فوق، شفنا الار دي اي برو بتاعهم الجديد اللي هو الدريبر الجبار اللي ملوش حل حرفيا، وكان معمول برده بنفس التقنيه بتاعت اتنين اير فلو علوي واير فلو سفلي. اما التانك معانا هنا فلا زادت التفاصيل اللي موجوده فيه حرفيا مخلياني كاني ماسك حاجه لاكشري. نيجي دلوقتي نقفل الاير فلو اللي تحت بشكل نهائي خالص ونشتغل على الاير فلو اللي فوق. ونقارن مثلا بينه وبين الكايلن مش برو مثلا، او بين الكايلن مش اللي هو بالنسبه لنا هو اير فلو علوي. خلينا نبدا كده نتست مع بعض. رفص يا بالحاج. حرفيا انت هنا انا عايز اقول لك ان الاستديو هنا اتغربل دخان بسبب اللي احنا بنعمله دلوقتي. التانك دوت
او خلينا في المود دوت، هنشوف الريفيو بتاعه بعدين. خلينا في التانك الوقتي. التانك الوقتي انا هقول لك عليه، او مش عارف اقول لك عليه ايه. التانك حرفيا خرافي خرافي ومش محتاج كلام كتير. انا قلت لك رايي الشخصي. انا بالنسبه لي هقفل نص الاير فلو اللي فوق، افتح نص الاير فلو اللي تحت، واشرب عليه زي ما كنت بشرب بقالي اسبوع. كده انا بالنسبه لي بيرفكت. ومن غير كلام كتير، انت شفت في الانبوكسنج كل تفاصيل التانك دوت من جوه ومن بره. خلينا دلوقتي نبدا ان انا استمتع بيه بقى، وعايزك تركز او تطلق العنان لخيالك انك تجرب التانك دوت في خيالك كده. هيبقى ايه بنظام اللي انت شفته في الانبوكسنج. هيبقى متعه الاير فلو العلوي مع تفاصيل اداء الاير فلو السفلي، ادائهم هيبقى عامل ازاي. انا هسيب لك انت الفرصه دي، تقوم انت بتخيل هذا التانك. التانك دوت تقدر تطلبه اونلاين، تقدر تطلبه من اي حته، او اي حد جاي لك من بره، او هو من المفترض ان قريبا هيكون متوفر في مصر هنا. فاستنى الناس كلها تجربه وتقول لي رايها في الكومنتات. اخوك الدولي بيمسي عليك. سلام.